السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة تالتة ثانوي وحبايبنا دفعة 2026. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير الأول. طيب، جايين النهارده يعتبر في أهم محاضرة يعتبر قلناها من أول السنة خالص، وهي محاضرة المسائل بتاعة المعايرة وتظبيط أفكار المعايرة الكتيرة، وازاي هنبدأ نلمها وازاي هنبدأ نتعامل معاها وازاي هنبدأ إن احنا نشتغل عليها، وبنبدأ ازاي نفهم كل نوع لوحده ونتعامل مع كل فكرة لوحدها، وازاي نقسمهم ونرتبهم بحيث لما يتعرض علينا السؤال اعرف اوصل معاه لاكبر درجة ممكن. بس قبل ما اخش معاك على المعايرة مباشرة، ما بحبش اشتغل بالاسلوب ده، احب الاول اسسك افهمك احنا بنتكلم عن ايه، وايه هي المفروض الادوات والاساسيات اللي المفروض تدخل لك بحيث انها بعد كده تبدا تظبط معاك نوعيه الافكار بتاعه المسائل، بحيث لما يقابلك فكره منهم جوه المساله تلاقي نفسك عارف تتجاوب مع السؤال. طيب، يبقى انا دلوقتي هعمل معاك حاجه بسيطه خالص بعنوان التاسيس. يبقى معلومات اساسيه انا محتاجها قبل ما ابدا اشتغل اصلا. يا مستر، طب معلومات اساسيه هتتكلم فيها عن ايه؟ قال لك المعلومات الاساسيه اهمها التراكم المعرفي، يعني الحاجات اللي انت المفروض درستها السنين اللي فاتت خلال اولى ثانوي وثانيه ثانوي وانا محتاجها السنه دي عشان ابدا ازق الحوار. طيب، زي ايه؟ قال لك زي قانون عدد المولات. انا اعرف اشرح واحسب واتعامل مع عدد المولات باكتر من قانون. فمثلا لو انا معايا المثلث رقم 1 زي ما احنا كنا بنقول الكلام ده ليك من حوالي سنه او من حوالي سنتين، ان عدد المولات ممكن يتحسب من الكتله الجراميه للماده. بمعنى لو انت معاك كتله الماده الجراميه تقوم قاسم لي كتله الماده الجراميه اللي بيديها لي في المساله واقسمها على كتله المول اللي بتطلع من الاقواس. قلت لي ماشي، ده كده المساله النوع رقم 1 فيها. اما النوع رقم 2 حبيب قلبي ده هيبقى عباره عن لو هو مديني عدد جزيئات او عدد ذرات او عدد ايونات. تاني، يدينا عدد جزيئات او ذرات او ايونات وبيقول لي انا عايزك تحسب لي عدد المولات، فغالبا بتشتغل بالجزيئات، فبيقوم قايل لك عدد الجزيئات هتساوي او عدد المولات هتساوي عدد الجزيئات على عدد افوجادرو 6.2 في 10 اس 23. طب وبعد كده يا مستر قال لك عندي قانون رقم 3 ان انا ممكن يبقى معايا حاجه اسمها حجم الغاز، فبقوم قاسم حجم الغاز لو هو معطى، لو انا ات اس تي بي اقسمه على 22.4 لتر، لازم يكون حجم الغاز هنا باللتر، وانا طبعا بقسم على 22.4 برضه بوحده اللتر. اما القانون الرابع واللي انا بعتبره الاهم عندك السنه دي بعد كتله الماده وكتله المول، ان انت حبيب قلبي هيساوي ام في في، يبقى انا عدد المولات هيساوي ام في في، حيث الام هي التركيز ودي اختصار لكلمه مولر ودي وحده قياس التركيز، اما الفي اللي هي الفوليوم اللي هو حجم المحلول بوحده اللتر. يبقى اي راجل عاقل دلوقتي سمع الكلمتين دول قال لك المستر دلوقتي قال حتتين مهمين جدا. قلت لك ايه هم؟ قلت لي يا مستر ان عدد المولات انا اعرف استخدمه واجيبه من خلال 4 قوانين، يبقى على حسب المعطى. فلو المعطى كان كتله جراميه اقوم واخد الكتله الجراميه اقسمها على كتله المول اللي من الاقواس واقوم مطلع عدد المولات. اما لو كانت عدد الجزيئات اقوم واخد عدد الجزيئات اقسم على عدد افوجادرو ومطلع عدد مولات. عدد الجزيئات ممكن تبقى 3 حاجات، عدد جزيئات او عدد ذرات او عدد ايونات. فلو سالك عن عدد مولات الجزيئات يبقى عدد الجزيئات على عدد افوجادرو، عدد مولات الذرات عدد الذرات على عدد افوجادرو، عدد مولات الايونات عدد الايونات على عدد افوجادرو. ماشي؟ اما لو انا في ظروف قياسيه، دي اسمها ظروف قياسيه اللي هي at STP standard temperature and pressure،
يبقى حبيب قلبي دي ظروف قياسيه عندها المول من اي غاز حجمه بيكون 22.4. يبقى لو انا اجيب عايز عدد المولات، اقوم قاسم حجم الغاز باللتر اللي هو مديهولي، اقوم قاسمه على 22.4. كده انا حسبت مين؟ كده انا حسبت عدد المولات. مستر وفي قانون رابع مهم جدا، لو انت بتسالني مين اهم اقول لك رقم 1 ورقم 4، حياه او موت. عدد المولات بيساوي التركيز في حجم المحلول باللتر. طيب تمارين سريعه بسيطه بتلم معاك الحوار ده. انا ممكن يا باشا من خلال عدد المولات، اكملنا عدد المولات بيساوي 4 قوانين، انا اقدر اقول لك ان الاربع قوانين دول بيساووا بعض. اشمعنى؟ لما يبقى في 2 كتلتهم مثلا قد كتله واحد، يبقى في شخصين هم كتلتهم قد كتله شخص ثالث، يبقى الاثنين دول طالما هم الاثنين قد الشخص الثالث يبقى الاثنين دول قد بعض. وبالتالي انت بتساوي عدد المولات وانت بتساوي عدد المولات وانت بتساوي عدد المولات وانت بتساوي عدد المولات، يبقى انتوا كلكم بتساووا بعض. وبالتالي ممكن اقول لك ان كتله الماده على كتله المول هتساوي حجم المحلول باللتر في التركيز. يبقى انا ممكن اساوي دول ببعض، وممكن اساوي كتله الماده على كتله المول بعدد الجزيئات على عدد افوكادرو، وممكن اساوي كتله الماده على كتله المول بحجم الغاز على 22.4. اي حد من الاربعه دول اجيبه مع حد تاني اساويهم ببعض، يبقى انا كده شغال افكار تربيط المسائل. قلت له مستر تمرين سريع، قلت لك عينيا. تمرين سريع بغرض ان هو يعلي مهاراتك. هتقول ايه؟ اقول لك يا باشا بص كده، احسب كتله 6.2 في 10 أس 22 جزيء من ثاني أكسيد الكربون إذا علمت أن السي بتساوي 12 والأو بتساوي 16. قلت لي ماشي يا مستر. طب أنا هشتغل إزاي يا مستر؟ قلت لك حبيب قلبي هو طالب احسب إيه؟ كتلة. الكتلة دي من المثلث الأول، ومديني عدد إيه؟ مديني عدد جزيئات، وعدد الجزيئات ده يا باشا من المثلث الثاني. قلت لي بس خلاص، يبقى أنا هستخدم مثلثين، يعني هستخدم قانونين. من مثلث الكتلة أقول له يبقى عدد المولات بيساوي كتلة المادة على كتلة المول. طيب يا مستر، طب ما عدد المولات برضه بيساوي عدد الجزيئات على عدد افوكادرو. قلت لي طب ما زي العسل. طب لما الاثنين دول بيساووا، هما الاثنين بيساووا عدد المولات، يبقى الاثنين بيساووا بعض. طيب ايه المجهول بالنسبه لي؟ احسب كتله الماده. قلت لي ماشي. طب ما يلا يا مستر نجيب المجهول، وبكده يبقى اقوم عامل الشرطه الجميله دي. كتله الماده انا عايزها، قلت لي تمام. كتله المول من مركب اسمه CO2، الكتله الموليه بتحسب من الاقواس. كده السي هتساوي 12، انا هضربها في 1 يبقى انا معايا 12 زائد 2 من الاو، ال2 او الواحده ب 16 يبقى 2 في 16. يبقى لما اجمع الاثنين دول مع بعض يبقى انا حسبت كتله جزيء، يعني كتله المول من CO2، كتله عدد افوكادرو من الجزيئات. وبكده يبقى انا معايا هنا ايه يا باشا؟ معايا 44 جرام للمول الواحد. دي اسمها الكتله الموليه. يبقى انا كتله الكربون الواحده المول منها ب 12، والمول من الاكسجين ب 16، معايا منه 2. يبقى كده انا معايا 32 و12 يبقى 44 جرام. يبقى دي كده كتله المول من ثاني اكسيد الكربون. طب عدد الجزيئات يا بوب مديها لك بكام؟ 6.2 في 10 اس 22. طب مع عدد افوكادرو 6.2 في 10 اس 23. طبعا ده اقل من ده، يبقى ده كده 1/10. 1/10 في 44 يبقى كتلة المادة على ما أعتقد 4.4. أنا مش ماسك آلة حاسبة، شيك بس أنت على الأرقام. يبقى ده كده ده أقل من ده بأس 1، يبقى هنا 1/10. 1/10 يبقى 1/10 في 44 فعلا ب4.4 جرام. تمام؟ تمام. يبقى أنا كده اديتك مهارة اللي هي إن أنا ممكن أساوي كتلة المادة على كتلة المول بعدد الجزيئات على عدد الافوكادرو. حلو؟ قلت لي حلو. انا بعمل الحركه دي ليه؟ عشان اخدك كده من ايدك يا باشا واقوم قايل لك طب تعالى نركز ما بين قانونين تانيين. ازاي؟ قلت لي كده اهو. فكره ثانيه، احسب مثلا حجم اللهم صل على النبي 17 جرام من
غاز النشادر STB إذا علمت أن المول من ال N ب14 وإن المول من ال H ب1. حلو؟ قلت لي حلو. بس تعالى نغير الرقم ده عشان يطلع معايا أرقام مظبوطة أو تطلع معايا أرقام كويسة. 51 جرام. هسألك سؤال، اقرا المسألة. هو بيقول لك احسب إيه؟ احسب حجم. يبقى أنا كده مستر في القانون الثالث اللي هو حجم الغاز على 22.4 وقام مديني كتله جرام 100 اللي هي كتله الماده على كتله المول. يبقى هو هنا عمل ميكس ما بين القانون الاول والقانون الثاني. كتله الماده على كتله المول. يا مستر عمل ميكس ازاي؟ يا ابني فتح دماغك يا ابني. عمل ميكس بين القانون الاول والقانون الثالث لانه طالب معايا حجم ومديني كتله. قلت لي زي العسل. طيب طبعا انتوا الاثنين بتساووا عدد المولات يبقى انتوا الاثنين بتساووا بعض. هو هنا بيقول لي احسب الحجم. قلت له طيب يا باشا يبقى الحجم هنا اكس انا مش عارفه على 22.4 الكلام ده يساوي كتله الماده بكام؟ 51 جرام. كتله المول من غاز النشادر رمز النشادر NH3 الN ب14 زائد 3 في 1 ب3 تطلع 17. خد بالك من التمييزات مهمه. 17 جرام للمول الواحد. ده كده حبيب قلبي ده كده بيعبر عن كتلة 1 مول. يبقى دي اسمها كتلة مولية. طب مستر هنا 51 على 17 الهلمة دي كده تطلع ب3. يبقى الاكس هتساوي 3 في 22.4 عندك 66 يبقى 67.2 لتر. طبعا دي مهارات انا بديها لك بحيث ان انت بس تكتسبها. كفايه اتصالات بقى يا جدعان الواحد تعب والله. طيب يبقى انا هنا يا مستر عرفت مهاره ازاي اربط القانون الاول بالقانون الثاني واربط القانون الاول بالقانون الثالث. الاكثر شهره والاكثر تكرارا في مسائل المعايره والمخاليط الرابطه اللي هقولها حالا اهو دي. طيب يجي يقول لك ايه؟ يقول لك احسب كتله المادة التي أو يا عم تعالى نقول لك اسم المادة. احسب كتلة برضه يعني مفيش ثقافة عندنا مثلا إن البني آدم ده ما ردش فممكن يكون مشغول مثلا، ممكن يكون في شغله، ممكن يكون مثلا بيعمل حاجة مهمة، ممكن مثلا يكون يعني بيعمل أي حاجة. وأنت اخترت الوقت أنت تتصل فيا بيه، يعني تتصل بيا فيه وانا المفروض يبقى انا ارد في الوقت اللي انا اكون فاضي فيه. لكن ازاي؟ لازم انت نقعد نتصل بيك لحد ما ماشي. احسب كتلة كربونات الصوديوم. قلت لي ماشي. التي تذوب في الماء حلو لعمل 500 ملي لتر من محلول تركيزه اللهم صل على النبي ربع مولاري. هنا انا غيرت معاك اللهجه. يعتبر تمرين من التمارين اللي المفروض تكون وش عارف. اذا علمت ان المول من الصوديوم ب 23 جرام، احنا بنقول كربونات يبقى السي ب 12 والاو يا بوب ب 16. قلت لي زي العسل يا استاذ. بس انا عايز افهم حاجه، هو طالب ايه؟ طالب كتله. يبقى الكتله ده من القانون الاول اللي هو بتاع كتله الماده على كتله المول، وفي نفس الوقت يا مستر مديني تركيز ومديني حجم بس خلاص. يبقى ده ام وفي، يبقى ده القانون الرابع. يبقى هنا ربط اول برابع. الرابطه دي مشهوره جدا. ومن هنا هو قايل له ايه؟ انتوا الاثنين بتساووا عدد المولات، وبالتالي يبقى كتله الماده على كتله المول بيساوي التركيز في الحجم. التركيز في الحجم يا بابا. ومن هنا يا بابا يلا بينا نعوض. قلت لي يلا بينا. انا عايز كتله الماده، اذا انت اكس انا ما اعرفكيش. كتله المول من مين؟ من كربونات الصوديوم. رمزك Na2CO3. Na 2 في 23 زائد السي ب 12 زائد 3 في 16. الحسبه دي
ماده مشهوره جدا بتطلع 106 جرام لكل مول زي العسل يا مستر. كده يبقى كتله المول انا حسبتها من الاقواس ب 106 جرام. طيب التركيز مديهولي بكام؟ مديني التركيز بربع. طب الحجم مديهولي بكام؟ مديني 500 مللي. لا والله، انا لما باجي بضرب حجم في تركيز لازم يكون التركيز بالمولر والحجم باللتر والله. طب هو مستر الحجم يبقى باللتر ازاي؟ تقول لي 500 في 10 أس سالب 3. قفلت الأقواس. أحلى مسا يا باشا عليك. أنت عايز كتلة المادة تقوم قايل لي إيه؟ ربع في نص في 106. والله لا أحسبها لك يا جدع. ربع في نص في 106. يا رب ما حد يرن، يا رب ما حد يرن. بسرعة بسرعة افتح الآلة الحاسبة بسرعة. ربع في نص في 106 تطلع يا باشا الكتلة اللي المفروض تدوب 13 وربع جي يعني جرام. يبقى يا حبيب قلبي اللي انت فهمته ايه؟ اللي انت فهمته يا باشا انك لما هتجيب 13 وربع جرام من مادة اسمها كربونات الصوديوم تدوبهم في المية وبعدين تكمل المحلول لحد ما يبقى الحجم الكلي 500، تعرف على طول انك معاك المحلول ده تركيزه ربع مولاري، يعني ربع مول لكل لتر. يبقى ما هي وحدة قياس التركيز؟ تقول لي وحدة قياس التركيز هي المولر، ام كابيتال ايه؟ يعني مول لكل لتر. مولر يبقى مول لكل لتر، يعني مول على اللتر. جميل قوي يا مستر. يبقى 3 افكار كده بيعملوا ايه؟ يعني شقلبه كده للقوانين في الدماغ، بيثبتوها بطريقه كده بسيطه بحيث ان انا اعرف استخدم القوانين وقت الشغل. طيب حاجه تانية. ايه يا عم المستر؟ قال لك طريقه التعامل مع افكار على المعادله. يعني يا حبيب قلبي لما الراجل يبدا يديلك معادله ويديلك على المعادله دي اسئله، دي بنسميها الافكار او الحساب الكيميائي المعتمد على المعادله الكيميائيه. او هو يحكي لك معادله فانت تبدا تكتبها وبناء على المعادله ابدا اشتغل، وبناء على المعادله ابدا اشتغل. طبعا النوع ده من الافكار او النوع ده من الشغل يفضل تشتغل على المعادله، لان لما باجي بشتغل على المعادله بتبقى الحل اسهل. انا الشويه الاولانيين حليتهم عن طريق ان انا جبت القوانين قصاد بعض سويتها ببعض واشتغلت عليها. لكن لما بيكون معايا معادله بكتب المعادله وبستخدم المعادله حبيب قلبي في الحل. عشان كده انا بنبه عليك اهو، بنبه عليك اهو. انا لما يكون عندي فكره بتعتمد على المعادله اكتب المعادله واتعامل بالمعادله، يبقى من خلال المعادله احل اسهل واحل اسرع عن طريق فكره اسمها المقص. قلت لي ماشي يا عم الاستاذ، بس ممكن تفهمني انت عاوز تقول لي ايه بالظبط؟ قلت لك عيني. فكره المعادله دايما هيشتغل معاك على مادتين بس في المعادله كلها. يبقى حبيب قلبي انا دلوقتي لما يكون معايا في المعادله مادتين بس، لا المعادله يكون عدد المواد فيها كتير، لكن انا هشتغل على مادتين بس من اصل المواد الكتير دي. انا موت واعرف مين الزفه اللي جت وقفت تحت واحنا بنصور دي. والله العظيم شعب يعني ما عندناش ب 2 جنيه خصوصيه، او المهنه دي تحديدا، يعني احنا كمدرسين ما فيش خصوصيه اصلا. بص ده اصلا ما اعرفش، انا اقول لك ده تقريبا نشيد كوره يعني، فاهم؟ والتاني بقى معلي الدي جي عادي، ما هو المنطقه منطقته، فاهم؟ عادي انت بقى ولع في نفسك. المهم انا هيجيب لي معادله، المعادله طويله عريضه، انا بشتغل على مادتين بس يا باشا وسط المعادله. اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه في افكار، يا رب يكون واخد باله، اهم حاجه في افكار المعادله، اهم حاجه في افكار المعادله والمقص هي التمييز.
تمييزات. يبقى وانا شغال في المعادله يا باشا اخد بالي من حاجه اسمها التمييزات. بمعنى خد التمرين ده. لو انا معايا 2 مول من النشادر، ايوه بروز لي دي كده بقى وتعالى ورايا. مستر انا اعرف اعبر عن الكميه اللي قدامي دي مره بكلمه مول، وممكن اعبر عنها مره بكلمه جرام، وممكن اعبر عنها مره بكلمه جزيء، وممكن اعبر عنها مره بكلمه لتر ات اس تي بي. والله يلا يا عم. يبقى حبيب قلبي هي ماده واحده اهي اسمها نشادر، في منها 2 مول، اقسم بالله اعرف اعبر مره عنها بالحجم يعني باللتر، وممكن اعبر عنها بعدد الجزيئات، وممكن اعبر عنها بالجرامات، وممكن اعبر عنها بالمولات. اشمعنى؟ لان في علاقه يا باشا بتربط عدد المولات بالكتله الجراميه، وبتربط عدد المولات بعدد الجزيئات، وبتربط عدد المولات بحجوم الغازات يعني باللتر. زي ما انا كنت كاتب لك كده من شويه اهو، في قانون بيربط عدد المولات بكتله الماده، عدد المولات بعدد الجزيئات، عدد المولات بحجم الغاز. وطبيعي عدد المولات بالتركيز والحجم، بس كمان بضرب تركيز في حجم فبترجعني 3 عدد مولات. فانا شغال معاك على ازاي هبدا اتعامل مع افكار المعايره او المعادله بشكل عام، لان كده كده في المعايره هتقابل معادله. يلا يعني انا هنا معايا 2 مول ان اتش 3. ما هي عدد المولات اللي قدام؟ عدد المولات اهو. تقول لي يبقى عدد المولات 2 مول. حلو. بيقابلهم كام جرام؟ قلت له بس لو انت عاوز الكتله الموليه مش الجرام كده حبيب قلبي، يعني انت عايز تحسب الكتله؟ حبيب قلبي لو انت عايز الكتله بتاعت الماده احسب ايه؟ تقول لي عدد المولات في كتله المول. يبقى لو انت جالك تمييز جرام خلاص يبقى انا عايز احسب كتله الماده. طب كتله الماده هتساوي ايه؟ اهي يا باشا جايه من هنا، كتله الماده هتساوي عدد المولات في كتله المول. حلو. يبقى لو انا مكتوب لي كلمه جرام اقول له بس استنى، عدد المولات كام يا باشا في كتله المول؟ كام يا باشويه؟ قلت لي زي العسل. طب مستر افرض قابلني كلمه جزيء، قلت له يعني بيسالك انت معاك كام جزيء هنا؟ قلت له معايا كام جزيء هنا؟ معايا كام جزيء هنا؟ يبقى عدد المولات في عدد الجزيئات. طبعا يا باشا خد بالك اهو، انت عايز هنا او عدد المولات اسف في عدد افوكادرو، انت عاوز عدد الجزيئات يبقى عدد المولات في عدد افوكادرو. برضه يا مستر مستنتجه من القانون اللي انا لسه قايله في البدايه. يبقى لو انت عاوز عدد الجزيئات تقول لي عدد المولات في عدد عمك افوكادرو 6.2 في 10 أس 23. طب لو قال لك حجمهم بكام؟ تقول لي يبقى حجم الغاز اللي انت بتسأل عنه، حجم الغاز اللي انت بتسأل عنه تقول لي عدد المولات في 22.4. يبقى هنا تقول لي عدد المولات هيساوي او هجيبه واضربه في 22.4. فهمت اللعبه؟ قلت لي فهمت اللعبه. طب يلا نعوض. قلت لي يلا بينا نعوض. انتم كام مول؟ انتوا 2 مول. انتم كام جرام؟ هجيب عدد المولات اللي هو 2 اضربها في كتله المول. الN معروف ان المول منها ب 14 والH المول منها بواحد. 14 و3 17. يبقى انا كده عملت ايه؟ ضربت عدد المولات في كتله المول تطلع 34 جرام. زي العسل. طب مستر عدد المولات بكام؟ ب2. طب المادة اللي قدامك فيها كام جزيء؟ تقول لي 2 في عدد افوكادرو 6.2 في 10 أس 23. تطلع يا باشا 12.4 في 10 أس 23. تمييزك في الآخر جزيء. طب انتم حجمكم قد ايه؟ مش انتوا 2 مول؟ يبقى المول بياخد 22.4. يبقى ال2 مول فيه قد ايه؟ 2 في 22.4. يبقى 2 في 22.4 تطلع 44.8 لتر. افهم بقى اللي جاي دي. هم نفس ال2 مول نشادر هم على بعضهم 2 مول. حلو؟ قلت لي حلو. طب كتلتهم كام؟ لما تيجي تعرف كتلتهم تلاقي كتلتهم 34 جرام. هم مين؟ الاثنين مول دول كتلتهم 34 جرام. لما تيجي تعد ال 34 جرام اللي هم 2 مول، تعد عدد الجزيئات اللي جواهم جزيء جزيء اكنك بتنقي الرز كده، تلاقيهم
12.4 في 10 أس 23 جزيء. لما تيجي تشوف بقى كل ده سواء 2 مول أو 34 جرام أو العدد ده من الجزيئات ياخد حجم قد إيه؟ الحجم اللي هيشغله هتلاقيه 44.8 لتر. يبقى ده ال 2 مول هم ال 34 جرام، هم العدد ده من الجزيئات، هم الحجم ده من اللترات بالنسبة لل 2 مول نشادر. تمام؟ تمام. ده هو ده هو ده هو ده بيساووا بعض كلهم. يبقى انا ممكن اتكلم عن الماده بالمول، وممكن اتكلم عنها بما يكافئها من الجرامات، ممكن اتكلم عنها بما يكافئها من الجزيئات، ممكن اتكلم عنها بما يكافئها بالحجم باللتر ات اس تي بي، يعني في الظروف القياسيه. ابتدي جميل. طب تمرين خفيف سريع لذيذ. لو انا معايا نص مول من الميه، يلا ها، لو سألتك عن التمييز بتاع الباشا اللي قدامك ده بالمول، تقول لي لو بالمول يبقى نص مول. طب يا مستر، طب لو بالجرام، تقول لي استنى، لو بالجرام هستخدم الأقواس، يبقى عدد المولات في كتلة المول 2 في 1 ب2 و16 يبقى 18 في نص ب9 جرام. 9 جرام. طب لو سألتك عنها بالكام لتر، قلت لي بس خلاص، يبقى عدد المولات في 22.4 اس تي بي، يبقى عدد المولات في 22.4 تبقى 11.2 لتر. طب لو سألتك عنه جواه كام موليكيول، موليكيول دي يعني جزيء، طب حبيب قلبي فيه كام جزيء؟ تقول لي ما هو المول فيه افوجادرو، يبقى النص مول في نص افوجادرو، يبقى نص في عدد الجزيئات اللي هي في عدد افوجادرو، نص في عدد افوجادرو يطلع بنص افوجادرو موليكيول، يبقى نص في 6.2 في 10 أس 23 جزيء. مركز؟ حلو. بدأنا نتمرن، بدأنا نعرف شوية تفاصيل هتبدأ تظبط معايا الدنيا. طب يلا بينا نشوف مسألة على المعادلة. طيب تعال نشوف مع بعض المسألة دي. كنا بناخد في الريست منه. طيب بنقول لك ايه؟ معادلة احتراق مثلا الإيثين C2H4، حرقته بالأكسجين أم مطلع ثاني أكسيد الكربون والماء. إذا علمت أن المول من الكربون ب 12 جرام والأكسجين المول منه ب 16، وإن الهيدروجين المول منه بواحد. طبعا مفيش معادلة تجيلي إلا لما أشيك على الوزن عشان أبقى عارف إن أنا شغال في النور. طيب معايا 2 كربون هنا، واحدة قمت ضارب في 2، معايا 4 هيدروجين هنا 2 قمت ضارب في 2 عشان يبقى 2 في 2 ب 4، كده 4 أكسجين وكده 2، يبقى اجمالا 6 اكسجين هنا 2 قمت ضارب في 3 عشان يبقى 3 في 2 ب 6. وزنت المعادله، وزنت المعادله. يلا يا باشا شكل بقى. بص كده. السؤال الاول، احسب كتله ثاني اكسيد الكربون الناتجه من احتراق، اللهم صل على النبي، الناتجه من احتراق وليكن 14 جرام اي سي. أدا يا باشا مسألة كاملة معتمدة على المعادلة وعلى وزن المعادلة. هو عايز كتلة ثاني أكسيد الكربون الناتجة من احتراق 14 جرام من الإيثين. اللي أنت عمال بتأسس فيه ده يا مستر هتلاقيه فين؟ هتلاقيه يا حبيب قلبي في أي كتاب بادئ معاك بحتة تأسيس اسمها التراكم المعرفي، زي كتاب مندليف مثلا، هارس العيل في الحتة دي. طيب إيه تاني؟ ده مطلوب تاني. احسب مثلا حجم حجم اهو ثاني اكسيد الكربون الناتج من تفاعل، اللهم صل على النبي، هنا المطلوب باللتر، خلي المعطى عامي بالمول، من تفاعل نص مول من الاكسجين مع الاي سي. قلت لي يا مستر زي العسل. ده مطلوب تاني. مطلوب تالت، بس المره دي خلينا هنا نقوم قايلين مثلا ايه؟ طب احسب عدد جزيئات الميه، احسب عدد جزيئات الماء الناتج
من اللهم صل على النبي، يخلي المعطى مثلا باللتر يا سيدي، من 67.2 لتر من الإيثين عند احتراقه في وفرة من غاز الأكسجين. كم مطلوب؟ 3 مطالب على نفس المعادلة؟ على نفس المعادلة يا مستر. احسب كتلة ثاني أكسيد الكربون، أدا المادة الأولى. يا ابني والله المعادلة كلها بيشتغل على مادتين بس والله. المادة الأولى هنا ثاني أكسيد الكربون، المادة الثانية هنا الإيثين. اخلعهم من قلب المعادلة مع الحفاظ على النسبة والتناسب بتاع عدد المولات. يعني اتكلم عربي، كل واحد مول من ده بيطلع كم مول من ده؟ بيطلع 2. تقول لي يبقى كل واحد مول من الإيثين بيطلع 2 مول من ثاني أكسيد الكربون. طب العيال الطيبة، الناس الطيبة اللي هم الطيبة المفرطة، الطيبة اللي بهبل، لما يجي يقول لك هاخد دي مع دي وينسى الاتنين، صباحك عسل، ده أنا أصلا شغال عشان الاتنين مول دي والله. أنا شغال عشان النص مول ده اهي، اللي أنا بضرب فيها مرة والتانية والتالتة اهي. أنا شغال عشان الاتنين مول ده اهي، اللي أنا بضرب فيها مرة والتانية والتالتة اهي. يبقى أنت يا باشا الهدف اصلا من المساله انك تشتغل مع المواد اللي في المعادله بنفس عدد مولاتها. تقوم انت ناسيها؟ انت طيب. طيب تعالى يا باشا، هنا بيقول لي لسيادتك ايه؟ انا عايزك تحسب كتله ده ثاني اكسيد الكربون. قمت كاتب تحته انت كتلتك كام جرام؟ قلت لي زي العسل. امتى؟ ايوه كتلتك كام جرام؟ امتى؟ لما حبيب قلبي اخش احرق 14 جرام من الايثين. يبقى انت يا عم الايثين حرقنا منك 14 جرام. كده انت ترجمت المعطى والمطلوب. اطلع بقى هات لي نسبه وتناسب من راس المعادله. مش انت واخد لي دول من المعادله؟ يبقى انا لازم اشتغل بيهم. طب انتم كام جرام اصلا؟ يبقى الجرام تحته جرام. وانتم كام جرام اصلا؟ يبقى الجرام تحته جرام. يبقى الفكره ايه؟ الفكره واحد معطى، او اسف ده المعطى اهو وده المطلوب، اقوم واخد نفس وحدات القياس وطالع جايب بيها نسبه وتناسب بنفس وحدات القياس، لان اهم حاجه في مساله المعادله كلها هي التمييزات. يبقى انا يا باشا لازم اخد بالي من وحدات القياس اللي قدامي. قلت لي بمعنى ان الماده دي في المعادله كام جرام؟ يبقى اقواس 2 في 12 24 و4 28. يبقى المول منها المول منها يعمل كام جرام؟ يعمل 28 جرام بس. طب لو كانت 2 مول يبقى 2 في 28. طب لو كانت 3 مول يبقى 3 في 28 بس. طب انتم كام مول؟ 2 مول. كتلتكم كام جرام؟ يبقى 2 وافتح القوس واحسب. السي ب 12 و2 في الاو 2 في 16. كنا حاسبين ثاني اكسيد الكربون من شويه المول منه 44. طب انا معايا 2 مول يبقى 2 في 44 ب 88. انت بقى راجل ثالثه ثانوي علمي بتدرس كيمياء، عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل 28 جرام من الماده دي في المعادله بتطلع 88 جرام من الماده دي في المعادله. فلما كل 28 بتطلع 88 يبقى ال 14 تطلع كام؟ تحسبها، ده اتقسم على الاثنين، ده اتقسم على الاثنين، تبقى السين تطلع 44 جرام. فهمت يعني ايه فكره معادله؟ يعني معطى ومطلوب بيفترضهم في راس المساله، ومن الاثنين اللي تحت اللي هم نازلين بنفس وحدات القياس بجيبهم بنفس التمييزات من المعادله الاصليه. قلت لي طب ما تيجي يلا بينا. هنا المره دي شغال على مين؟ على ثاني اكسيد الكربون. قصاده الناتج من تفاعل نص مول من الاكسجين. النص مول من الاكسجين، يبقى المعطى من الاكسجين والمطلوب من ثاني اكسيد الكربون. خلاص يبقى هاخد اكسجين قصاده ثاني اكسيد كربون، اخلعهم بنفس عدد المولات وبلاش طيبه، مفرطه. يبقى كل 3 مول من غاز الاكسجين لما بيولعهم في الايثين بيطلعهم 2 مول من ثاني اكسيد الكربون. اوعى يالا تنسى الاثنين والثلاثه يالا، تبقى ايامك يالا هتبقى صعبه. مستر نعم. احسب ايه يا مستر؟ احسب حجم ثاني اكسيد الكربون. قمت كاتب تحته انت حجمك كام لتر؟ انت كام لتر يا باشا؟ لما
ارتفاع النص مول اكسجين. خلاص، يبقى انا معايا من الاكسجين نص مول. طيب بنفس وحدات القياس، زي ما انا كنت جرام وتحتي جرام وجرام وتحتي جرام، بنفس وحدات القياس اطلع هات من المعادله اللي انت لسه كاتبها اهي. اللتر تحته لتر والمول تحته مول. مش انا لسه ممرنك انتم كام مول؟ 3. طب انتم كام لتر؟ مش انت لو لقيت كلمة لتر هتضرب عدد المولات في 22.4؟ طب انتم كام لتر يا باشا؟ عدد المولات في 22.4، يبقى 2 في 22.4 يبقى 44.8. بص، التلاتة بتطلع ده، يبقى كل 3 مول من الأكسجين في المعادلة بيطلعوا 44.8 لتر من ثاني اكسيد الكربون في المعادله. يبقى الثلاثه بتطلع كده، يبقى النص يطلع كام؟ احلى مقص يا بيه. يبقى ده في ده على ده ما اعرفش كام والله، ولا اعرف احسبها بدماغي، لان ده هيتقسم على هيتصغر 6 مرات. يبقى ده كده يا باشا هيتصغر 6 مرات، يبقى كأنك بتقسم دي على ال6. ما اعرفش كام بالظبط، المهم ان الحسابات قدامك مقصك الجميل. طب هنا احسب عدد جزيئات الميه. ماشي، الناتجه مش من عارف قد ايه من الايسين. ماشي، يبقى ميه ايسين، يبقى انا هاخد الميه المره دي مع الايسين. بص كده بشاور فين؟ هاخد 1 مول من الايسين عشان اطلع 2 مول من الميه، قمت خالعهم بره اهو. يبقى كل 1 مول ايسين بتطلع 2 مول ميه. عسل. اؤمر يا باشا، اللي مطلوب ايه؟ عدد الجزيئات بتاعت الميه. تحت الميه س جزيء. اما الايسين المعطى باللتر يبقى الايسين 67.2 لتر. قلت لي زي العسل. طب وبعدين هاخد نفس التمييزات من المعادله الاصليه، يبقى الجزيء تحته جزيء واطلع ابص على المعادله الاصليه، واللتر تحته لتر واطلع ابص على المعادله الاصليه. انتم كام لتر؟ مش انت 1 مول؟ والواحد مول من اي غاز يبقى 1 في 22.4. طب لو كانت 2 يبقى 2 في 22.4 زي ما احنا كنا عاملينها من شويه فوق. طب انتم كام جزيء؟ انتم كام مول؟ لو سالني عن الجزيئات اضرب عدد المولات في عدد افوجادرو، يبقى 2 في 6.2 اهو 6.2 في 10 أس 23 جزيء. أحلى مقص أحلى مقص. لو خدت بالك دي اتضربت في 3 يبقى ده كمان هيتضرب في 3، هتطلع معاك 6 أفوجادرو تقريبا. لأن ده كده اتضاعف 3 مرات، يبقى ده يتضاعف 3 مرات من 3 ب6. يبقى 36. دي سهلة إنك تحسبها بدماغك أهو. 36 و12 من 100 في 10 أس 23 جزيء. زي العسل. قلت لي يا مستر كله تمام وزي العسل. يبقى لما بلاقي كلمة جزيء س جزيء بكتب الجزيء تحت جزيء. طب لما بلاقي كلمة جزيء يعني ايه كام جزيء؟ يعني عدد المولات في عدد افوكادرو. طيب المعطى هنا كام باللتر؟ يبقى كام لتر معطى؟ اهو اجيب نفس وحدة القياس من المعادلة الأصلية، يبقى اللتر تحته لتر. طب انت كام لتر؟ يبقى عدد المولات اللي هو الواحد في 22.4. 22 في 4 من 10 في 1 ب 22.4. احلى مقص. طيب هنا المعطى كان بالايه؟ المعطى كان بالمول، قمت كاتب تحت المول مول، والمطلوب كان باللتر، قمت كاتب تحت اللتر لتر. طب لما الاقي كلمه مول خد عدد المولات 3. طب لما الاقي كلمه لتر بضرب عدد المولات في 22.4 والمقص يا باشا ودي. طب هنا جرام قصاده جرام، فالدنيا جميل يا مستر والمصحف فاهمك. بس ممكن كمان واحدة عشان ثقتي في نفسي تبدأ تزيد شوية لما اتعرض للنوع ده من الأفكار. قلت لك عينين انت طق. طيب مين يا باشا مين يا باشا مين يا باشا؟ تعالى مثلا لو أنا معايا FeSO4 معادلة من اللي أنت عارفهم من الباب الأول، سخنته تسخين شديد فقام مطلع Fe2O3 ودي مادة سوليد، وثاني أكسيد الكبريت وثالث أكسيد الكبريت.
ريت. وكنا بنوزنها ازاي؟ كنا بنضرب هنا في 2. بص 2 اف اي 2 اف اي 2 اس، اداه واحده وده الثانيه. 2 في 4 8 او، اداه 3 و3 6 و2 8 وزنت لي زي العسل. ممكن ارشق كم مساله هنا بالعبيط، بس قبل ما اخش اقول لك اذا علمت ان المول من الاف اي ب 56 والمول من الاس ب 32 والمول من الاو ب 16، مين تاني ممكن احتاجه؟ مفيش. توكلنا على الله، توكلنا على الله. اؤمر يا البوب. قال لك رقم 1 ممكن تحسب حجم SO2 الناتج عن انحلال المعطى 3 مول من FeSO4. ده أول مسألة. 2 مش هطلع نواتج، أفهمك إزاي تبني المقص وأسيبك أنت بقى حساباتك يا باشا ودوس. احسب مثلا عدد مولات FeSO4 اللي هي كبريتات حديد 2 اللازمة لإنتاج، اللهم صل على النبي، وليكن 36 جرام من Fe2O3. ده المطلوب الثاني. طب يا باشا 3 احسب ايه؟ قال لك مرة أنا طلبت حجم ومرة طلبت عدد مولات. طب احسب عدد جزيئات، بشكل لك اهو بدل المرة مليون. احسب عدد جزيئات مثلا SO3 التي تنتج عن انحلال، اللهم صل على النبي، عن انحلال وليكن ممكن نقول مثلا 60 جرام FeSO4. ما بشتغلش على المعادلة كلها، بشتغل على مادتين بس. طب يلا دوس. قلت لي يا مستر نعم، هنا SO2 قصادها FeSO4، خد دي مع دي، يبقى تقوم قايل لي كده كل 2 مول من FeSO4 بتطلع 1 مول SO2. يلا سطر معطى ومطلوب، سطر من المعادلة. طيب ايه المعطى؟ 3 مول من FeSO4، 3 مول منك. طبعا المول تحته مول واجيب دي من المعادلة. طيب احسب حجم ثاني اكسيد الكبريت. قمت انا كاتب تحتك انت كام لتر، واللتر طبعا تحته لتر من المعادلة. يبقى ده سطر مطلوب، سطر معطى. طيب انت كام مول؟ 2 اهي. طب انت كام لتر؟ عدد المولات في 22.4، 1 في 22.4 بنفس القيمه. احلى مقص يا بوب، خلصت. يبقى ده في ده على ده اتحسب بناء على المعادله بالمقص. بالمقص بنيته وخدت بالي من التمييزات ونسبه عدد المولات. كله صح. طب يلا بينا. المره دي هو طالب ايه؟ المره دي FeSO4 اهو. FeSO4 انت كم مول؟ 2. بيسالني على مين قصادك؟ على Fe2O3. طب انت كم مول؟ 1. انا معايا 1 مول من Fe2O3. يا مستر نعم. احسب عدد مولات FeSO4 اهي. قمت كاتب تحتها كام مول، وطبعا احسب عدد مولات ده ان لازم عشان تطلع 36 جرام من ده. يبقى هنا انت 36 جرام. طبعا المول تحته مول والجرام تحته جرام. انتم في المعادله كام مول؟ 2 مول. انتم في المعادله كام جرام؟ اقواسك الاف اي ب 56 اهي. يبقى 2 اف اي يعني 2 في 56، نقفل القوس، زائد 3 في 16. اقفل القوس. خلص الحسبه دي، واول ما دي تخلص تقوم ضارب 36 في 2 وتقسم على دي. عديت يا بوب والله. وبكده اكون حسبت دي كمان. طب هنا يا باشا شغال على مين؟ SO3
والتي تنتج من الحلال 60 جرام من FeSO4. ما كملناش المساله هنا. من FeSO4 يبقى SO3 قصاد FeSO4. بص SO3 قصاد FeSO4 يبقى شغال على دي قصاد دي. طب يلا بينا يلا بينا. يبقى كل 2 مول زي ما هي فوق من FeSO4 بيطلع 1 مول SO3. يلا يلا احسب عدد جزيئات الباشا. قمت كاتب تحته س جزيء. انت كام جزيء هيطلع لما نحلل 60 جرام من ده؟ 60 جرام. طبعا الجرام تحته جرام واجري على المعادله. الجزيء تحته جزيء واجري على المعادله. لما بشوف كلمه جزيء بضرب عدد المولات في عدد افوكادرو. 1 في عدد افوكادرو بعدد افوكادرو. أمستا طب انتم كام جرام؟ يبقى عدد المولات في كتلة المول. يبقى عدد المولات ب2. كتلة المول 56 زائد 32 زائد 4 في 16. أحلى مسا عليك أحلى مسا عليك. أهم حاجة خد بالك من الأقواس وأنت بتوزع عشان الدنيا تظبط معاك وتطلع معاك على حتة في التأسيس منه. والله العظيم 3 هتعرف قيمة الكلام ده. والله 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 وانت شغال جوه المسائل وبتقف في خطوة كده تقول لك ايه ده؟ حتة تأسيس اهي، تقوم ناتشها في ثواني. طيب ايه تاني يا عم الأست؟ قال لك بص دي حسابات المادة أيونتها وتركيزتها. حسابات الايه؟ المادة وأيونتها وتركيزتها. قلت لك طيب وممكن نجيب ايه تاني؟ قال لك ممكن نشيل تركيزاتها دي لأن كده كده ممكن يسألني عن التركيزات بشكل عشوائي شوية، بس أساسي ممكن يسألني عن أيونتها وذراتها. دي حته برضه هتبقى موجوده معاك كتير في مسائل المخاليط كتير، وهتبقى معاك كتير حبيب قلبي في حساب تركيز الايونات. هتلاقيها كتير بالعبيط. هتلاقيني كده قمت موقف المساله قلت لك باشا يلا نرجع للتاسيس. شوف اهي. طيب حسابات الماده وايوناتها وذراتها، وليكن معايا ماده اسمها Na2SO4. والله لو انا جيت اشتغل على الذرات هقسمها كده. انت معاك 2 مول من ذرات الصوديوم، يبقى كل 1 مول من الماده دي جواها 2 مول من الصوديوم، وكل 1 مول من الماده دي جواها 1 مول كبريت، وكل 1 مول من الماده دي جواها 4 مول اكسجين. قلت لي هو انت بتعمل كده ليه؟ قلت لك يا باشا اقسم لك بالله هتشوفها. احسب كتلة الصوديوم الموجودة في 12 جرام كبريتات صوديوم. تقوم انت عامل ايه يا باشا؟ انت بتقول لي احسب كتلة الصوديوم الموجودة في 12 جرام كبريتات صوديوم؟ الله اوعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا مش هينزل يوتيوب، هينزل منصة ما تقلقش. لا منصة مش هنذكر ما تقلقش، كله زي الفل كله تمام. كنت بشرح له عشان جعان مش قادر الراجل عمال. انا عطشت كتر الكلام عطشت خلاص. اوكي يجي لك السؤال ازاي؟ اسمع احسب كتلة الصوديوم اهي. انت قاعد في امان الله لقيت السؤال قام متدحرج كده. احسب كتلة الصوديوم الموجودة في عينة 14 جرام كبريتات صوديوم. يعني انت قاعد في امان الله لقيته، تعمل ايه؟ اقوم يا باشا اعمل ايه؟ عامل نسبه وتناسب بين الماده والذره اللي جواها اللي بيسال عنها. بمعنى كل 1 مول من Na2SO4 بيطلع 2 مول صوديوم. وارجع شغل طريقه المقص اللي لسه معلمها لك حالا. قلت لي احسب كتله الصوديوم. انت صوديوم اهو، يبقى س جرام عسل في عينه 14 جرام من كبريتات الصوديوم اللي موجوده جوه 14 جرام. يلا الجرام تحته جرام، الجرام تحته جرام. 2 في كتله المول يعني 2 في 23. 2 لا مش 2 هنا 1 مول،
1 مول في الكلام ده يعني بالكلام ده على طول، يبقى 2 في 23 زائد 32 زائد 4 في 16، وهتلاقي الكلام ده كله معطى. فهمت اللعبه؟ يبقى ال 14 جرام يطلعوا كام جرام لما ده بيطلع كده. فهمت يعني ايه الماده واحد ذراتها؟ هتشوفها كتير في مسائل المخاليط. طيب ايه تاني؟ طب كان ممكن يقول لي احسب كتله الكبريت في مثلا اي حاجه من كبريتات الصوديوم، ساعتها كنت هتعامل بنفس النسبه والتناسب وابدا اشتغل عليها، فتلاقي الدنيا بدات تقول معايا. طيب ايه تاني؟ يلا يا عم كمان واحده اهو. احسب كتله الاكسجين في، اللهم صل على النبي، نص مول من صودا. يا عم بلاش نديك رمزها، من Na2CO3 دوت 10 H2O. قلت لي يا نهار ابيض، كل ده رمز يا مستر؟ ده اطول من الليله السوداء. انت مالك؟ ما تشتغل يا عم وخلاص. انت عاوز كتله اي حد ولا عاوز الاكسجين بس؟ انا عاوز الاكسجين بس يا مستر. قمت انا قايل له هو انت اصلا كماده جواكي كام مول من الاكسجين؟ جوايا 3 و10 13. يبقى كل 1 مول من الماده دي جواه، بص كده، 3 و10 جواه 13 مول من ذرات الاكسجين. يلا امر احسب كتله الاكسجين. جيت تحت الاكسجين وقمت كاتب س جرام. حلو، قلت لي حلو. اما المعطى كان نص مول من الماده دي. يلا المول تحته مول والجرام تحته جرام. انتم كم مول؟ انتم كم مول؟ 1 مول. طب انتم كم جرام؟ يبقى 13 في كتلة المول من الأكسجين، يبقى 13 في 16. يبقى ده في ده على ده والدنيا جميلة وماشية. ماشي يا مستر. ممكن استخدمها امتى برضو تاني اهو. احسب كتلة الألمنيوم في عينة من كبريتات الألمنيوم، مقدارها وليكن 2 مول يا سيدي ولا تزعل. يبقى هنا بيسألني عن مادة جوه مادة تانية. تيجي زي العسل. كبريتات الألمنيوم رمزها ايه؟ Al2SO4 باي 3. جواكي كم ألمنيومية بالمول؟ جوايا 2 مول ألمنيوم. تيجي زي العسل. احسب ايه بقى؟ قال لك احسب كتلة الألمنيوم. ده المادة اهي وده الحتة اللي جواها. يبقى أنا دايما بشتغل على اهو. بشتغل على مين؟ حسابات المادة والذرات اللي جواها. لسه هقول لك على الايونات دلوقتي. يبقى هنا اهو كان بيسالني عن الصوديوم اللي جوه كبريتات الصوديوم، قلت له كل مول من كبريتات الصوديوم بيطلع 2 مول صوديوم. كل 1 مول من الماده اللي قدامي بيطلع 13 مول اكسجين. كل 1 مول من الماده اللي قدامي بيطلع 2 مول الومنيوم. احسب كتله الالومنيوم، قمت كاتب هنا س جرام. كتله الالومنيوم اهو اللي موجوده في 2 مول من ده، ادي 2 مول. طب يلا المول تحته مول والجرام تحته جرام. طب انتم كم مول؟ بواحد. عدد المولات هنا بواحد اهو. طب انتم كم جرام؟ يبقى 2 في الالومنيوم. الالومنيوم هتلاقيه مديهولك ب 27. قام قايل له كام؟ 2 في 27. احلى مقص يا بوب يخلص معاك الدنيا. خلاص يا مستر فهمناك والله. كده انت مرستق معايا الدنيا اللي هبدا اشتغل عليها بين الماده وذراتها. طب لو سالني عن الكلوريد في كلوريد الحديد، اقول له كل 1 مول من ده جواه 3 مول من الكلوريد. يلا انت شوف انت عايز بقى كام جرام جوه كام مول، كام جرام جوه كام جرام، وتبدا تشتغل مقصاتك ودنيتك. طيب لو جابها لي في صيغه ايونات،
لو جابها لي في صيغه ايونات يا بوب هتبقى عباره عن التالي. انا لما بشوف كلمه ايونات بيركبني 200 عفريت، انا متعود على كده. ما بسمع كلمه ايون بتجنن، بتلاقيني اعصابي بدات تتعب وتبوظ، واقوم جاري على المطبخ فاتح الدرج وساحب سكينه وراجع للمركب تاني، واقوم مناوله، وانا بناوله بقسمه نصين، انيون وكاتيون على طول. مفيش تفاهم، ما تتفاهمش مع سؤال او مساله او فكره فيها ايونات، هتقوم شادد السكينه وماسك المركب مثبت امه ورازعه في نص دماغه، فلقه نصين، نص ايون موجب نص ايون سالب. يعني معايا Na2CO3. حلو حلو. اقسمه الى ايونات، قمت رايح على المطبخ وجايب السكينه فلقه نصين. شفت فلقته ازاي؟ بص من هنا، ايون الصوديوم اهو، ايون كربونات اهو. طيب انت معاك كم مول جوه الماده من ايونات الصوديوم؟ تقول لي كل واحد مول من البغل ده بيطلع 2 مول ايونات صوديوم، وكل واحد مول من البغل ده اهو، كل واحد مول من البغل ده بيطلع مول واحد من الكربونات، يعني بيطلع 1 مول من الكربونات. يبقى الواحد مول من المادة دي بتطلع كم مول أيون؟ 3 أهم، 2 و1. قلت لي ماشي زي العسل. وبالتالي يا باشا أنا الواحد مول من المادة ممكن لو اتسألت عن أيونات الصوديوم أقول له الواحد مول من المادة دي بيطلع 2 مول أيونات صوديوم، وبالتالي الواحد مول من المادة دي يطلع 1 مول من أيونات الكربونات. طب بتيجي إزاي؟ بصراحة بتيجي دايما في التركيزات، بصراحة حق يتقال يعني. يعني إيه؟ يعني يلا شغل النسبة والتناسب. لما كل واحد مول من ده بيطلع 2 مول من ده، الكاميرا فصلت معلش، يبقى كل واحد مول من المركب ده، كل واحد مول من المركب ده بيطلع 2 مول ايون. يبقى لو انا معايا 1 مولر يبقى انا هطلع 2 مولر، لو معايا 2 مولر اطلع 4 مولر، معايا نص مولر من المركب ده كله اقوم مطلع 1 مولر. يبقى دايما عدد مولات ايونات الصوديوم اللي هتبدا تطلع من الماده دي الضعف، وبالتالي التركيز هيكون الضعف. ماشي. طب هنا النسبة كام إلى كام؟ النسبة 1 إلى 1. فلو أنت 1 مولر تركيزك 1 مولر هيبقى أنت كمان تركيزك 1 مولر. طب لو أنت نص مولر يبقى أنت كمان نص مولر. طب لو أنت 2 مولر يبقى أنت كمان 2 مولر، لأن النسبة 1 إلى 1. فهمت اللعبة بتيجي إزاي؟ يا مستر فهمت، بس أنا عايز كمان تمرين يجمد قلب. يلا يا باشا. لو أنا معايا مثلا أهو Al2 SO4 باي 3 كبريتات الألمونيوم. ماشي. طب وبعدين قال لك يلا بينا، لو هو سألني عن الأيونات قول له تمام. أنا لما بسمع كلمة أيون بتجنن، بقوم ساحب السكينة وفلقه نصين، أيون موجب أهو، أيون سالب أهو. الأيون الموجب جه منه كام؟ 2، يبقى أنا معايا 2 مول من أيونات الألمونيوم الثلاثية. طيب معايا كم مول من الكبريتات؟ بص دي اسمها كبريتات متكرره 3 مرات، يبقى انا معايا 3 مول من الاس او 4 الثنائيه. شفت الكتابه مكتوبه ازاي؟ شايف الطريقه مكتوبه ازاي؟ اقسم بالله هتشوفها في مسائل كتير ياما، وتحديدا يا سلام في الباب الثالث في الحته بتاعت التركيز وازاي بتشتغل على الرواسب شريحه الذوبان والتركيزات والجو ده كله. دمار. طيب ومولات الايونات والله العظيم 3 في الباب الرابع في التوصيل الكهربي والمحلول الالكتروليتي والكلام ده كله. طب باشا نعم، انا كل 1 مول من الماده دي بيطلع 2 مول ايون من الالومنيوم ويطلع 3 مول ايون كبريتات. فلو انا معايا هنا نص مولر، يعني لو ده كان تركيزه نص مولر، الواحد بيطلع 2 يبقى النص يطلع 1، يبقى 1 مول. الواحد بيطلع 3 كبريتات يبقى النص يطلع 1.5 مولر من الكبريتات. عرفت بقى يعني ايه النسبة 1 إلى 2؟ يعني النص يجيب 1. الضعف اهو. وهنا الواحد قصاد 3 يبقى ده كده هيتضاعف 3 مرات، النص لما يتضاعف 3 مرات يبقى 1.5. لا مستر والله العظيم بدأت أفهمك. بدأت تفهمني؟ يا عم ماشي. ماشي يا سيدي. كمان واحد. لو أنا معايا مثلا
بص، مين ممكن يجي معانا ويظبط معانا الدنيا شويه؟ ماشي، AlCl3 محلول كلوريد الألمونيوم. قفل، يلا سكنتك وتعالى. قمت فالقه نصين، قام مطلع لي ايه؟ قام مطلع لي 1 مول اهو من ايونات الألمونيوم الثلاثيه، وطلع لي 3 مول اهو من ايونات الكلوريد الاحاديه زي العسل. طيب يوم يقول لك ايه؟ طب انت لو معاك تركيز ده مثلا تلت مولاري، قلت له بس النسبه هنا 1:1، كل واحد من ده بيطلع 1 من ده، يبقى لو ده تلت مولاري ده برضه تلت مولاري. طب لو ده 1 وده 3، يبقى الواحد ده يطلع 3 من ده، يبقى التلت يطلع كام؟ يبقى 3 امثال. مش الواحد بيطلع 3؟ يبقى كأن الواحد اتضرب في 3، يبقى التلت هو كمان يتضرب في 3. تلت في 3 يقوموا مطيرين بعض، يتبقى 1 مولر. يبقى الواحد مولر 3 امثال التلت مولر، بيشغلها نسبة وتناسب بين المادة وأيوناتها، أو بيشغلها نسبة وتناسب بين المادة وأحد ذراتها. زي العسل؟ قلت لي زي السكر يا أستاذ. كده بالنسبة للحبة الصغننين كده بتوع التأسيس. نبدأ في إيه؟ نبدأ مع بعض في فكرة المعايرة. السلام عليكم. الثلاجة فيها مية، قال انا جعان قوي قوي. إيه؟ طيب تعال نبدأ مع بعض في الشغل بتاع المعايرة، والحتة اللي هتبقى في نص الشغل محتاجة من قديم هنجيب. حلو؟ كده حلو. مستر يعني ايه معايرة؟ لا، ما انا مش هشرح لك النظري، يعني اكيد مش انا هاجي اقف اظبط معاك نظري المسائل. لا، داخل على المسائل، داخل على الافكار. فكرة المعايرة يعني انا احب اللعبة البسيطة. المعايرة ما هي الا مسألة نسبة وتناسب بين عدد مولات المسألة. طبعا نسبة يعني اسمها عدد مولات المسألة وعدد مولات المعادلة الموزونة. انت عارف لو خدت بالك من الكلمتين دول انت خلاص والله. يبقى انا بيجي معايا المسألة فيها عدد مولات، ماشي، بقوم واخد عدد المولات اللي في المسألة اقسمها على عدد المولات اللي في المعادلة الأصلية. والله العظيم 3 بس. طبعا المعايرة بيبقى بين حمض وقاعدة. يعني انا معايا مثلا HCl ده حمض هيتفاعل مثلا مع Ca وH باي 2. اكتب المعادله ووزنها من غير ما اكتب معادله ولا وزنها. لازم ال H قد ال OH، يعني وش كده عشان لما تيجي توزن. ازاي اخلي ال H قد ال OH؟ هو انا معايا هنا كام H؟ 1. معايا كام OH؟ 2. ازاي اخلي دي 2؟ قمت ضارب في 2 بس. والله ولا احتجت اكتب معادله ولا احتجت اعمل الا اللي يبقى انا كتبت المادتين الحمض والقاعده اللي هيتفاعلوا مع بعض، وفي نفس الوقت الاتشايه ومع الاو اتشايه. انا معايا اتشايه واحده واثنين او اتش، قمت ضارب الاتش في 2. طيب هيقوم عامل ايه بقى البرنس ابن البرنس؟ طبعا معايره يعني هيحصل تعادل لو انت بتتفاعل مع حمض وقاعده. تعادل يعني ايه؟ يعني عدد مولات ده بيساوي عدد مولات ده. حلو. وبالتالي النسبة بين ده وده لازم تكون متساوية، يبقى عدد مولات ده بيساوي عدد مولات ده. وبالتالي اقوم انا عامل الاسم اهي، عشان انا بقول لك المعايرة ما هي الا عدد مولات المادة الأولى بتساوي عدد مولات المادة الثانية عشان هيحصل تعادل.
وفي نفس الوقت ما هي الا نسبه وتناسب بين عدد المولات اللي في المساله على عدد المولات اللي في المعادله. طب عدد المولات اللي في المعادله بنقوم قايلين القانون كده يا ابني، بنقول القانون كده بس بالراحه وبالهداوه. ام في في، لان الام في الفي عدد مولات. ام في الفي لان الام في الفي عدد مولات على ان، والان عدد مولات والان عدد مولات. بس خد بالك، انا لما اضرب ام في بالنسبه للحمض تبقى اسمها عدد مولات الحمض، وانا لما بشتغل للحمض بحط الرمز A A A، حيث اللي فوق من الكلام في المساله عدد مولات المساله هي اللي في البسط. انا عملت حاجه جامده قوي ولا طب ما هو الله. طب اشمعنى دي بتحصل كده؟ ولا هي لازم بالصبعين دول؟ ماشي خلاص، المهم ان احنا هيكون معايا في البسط عدد مولات المساله اهو، يبقى دي كده عدد المولات اللي هيكون في المساله، يديني ام يديني في بس سيب. وهنا برضو عدد المولات اللي في المساله بس دي بالنسبه للقلوي فتبقى ام بي في بي، يبقى عدد مولات الحمض ايه؟ ام اي في اي من راس السؤال. اما عدد مولات القلوي ام بي في بي من راس السؤال. حلو. اما عدد مولات الحمض ان ايه اللي هي في المعادله الموزونه، وعدد مولات القلوي ان بي اللي هي الوحده اللي في المعادله الموزونه. يبقى لو خدت بالك دول كده هم دول كده، هنا 2 هنا 1 اللي هم عدد المولات في المعادله الموزونه. اما البسط في عمليه المعايره بيجي من راس السؤال يا باشا والله، وبيقول لك اذا علمت ان حمض الهيدروكلوريك حجمه كذا تركيزه كذا، اما هيدروكسيد الكالسيوم حجمه كذا فما هو تركيزه، تلاقي مجهول واحد وتدوس وتتوكل على الله. دي كده فكره المعايره. طيب هعمل لك دمجه سريعه بسيطه. بص كده، في الفكره الاولى هعديها بس معاك سريعا، دي الفكره المباشره، دي مفيش حد بيقف عندها ولا في حد بيغلط فيها، ولكنها هي الاساس العلمي اللي بنبدا نشتغل عليه اهو. مثلا 200 ملي لتر من حمض كبريتيك تركيزه نص مولر لزم لمعايرة محلول من NaOH، لزم لمعايرة محلول من NaOH تركيزه اللهم صل على النبي 2/10 مولر، فما هو حجمه؟ لو خدت بالك يا البوب ان الحوار كله دلوقتي ما بين، شوف اهو، هبدا الاول بالماده اللي اسمها H2SO4 داخله تتعارك وتتخانق مع مين؟ مع NaO نيله. طيب انا عشان اكمل الشغل لازم اوزن المعادله. طب انا هنا معايا كام اتشايه؟ 2. معايا كام او اتشايه؟ 1. لازم ده قد ده، قمت ضارب هنا في 2، يبقى النسبه 2:1. حلو، قلت لي حلو. طبعا انت بتعمل معايره يبقى بيحصل تعادل. طب يا مستر نعم، اكتب القانون يلا بينا. يبقى هنا مش ده الحمض؟ ياخد الرمز A، يبقى MaVa على Na. اما القلوي يلا، مش ده كده قلوي؟ ايوه، يعني ياخد البي، ايوه، يبقى MbVb على Nb. قلت لي عسليه. توكلنا على الله، توكلنا على الله. دول بيجوا منين؟ من المعادله الموزونه. هنا كام؟ هنا 1. هنا كام؟ هنا 2. دوس MaVa. قلت لي زي العسل، مالها MaVa؟ بص بص بص، مش ده حمض الكبريتيك اهو؟ Ma يعني التركيز، تركيزه نص مولر. طب حجمه 200 مللي،
ما بحبش اشتغل بالملي، ولو اشتغلت بالملي مسيرك هتلبس من غير ما تحس. قمت انا محول الملي ضربه في 10 أس -3 حولته اللتر. كده انت في السيف زون. ماشي. هنا ام بي في بي، انا معايا من الان يو اتش التركيز بس 2/10 مولر. طب حجمه كام؟ حجم القلوي والله بيسأل عنه. احلى مقص يا بوب، احلى مقص يا بوب. اقوم ضارب ده في ده وقاسم على ده، يطلع لك احلى في بي. وما تنساش انك حولت، فالفي بي هيطلع بكذا لتر. يبقى التمييز باللتر. دي الفكره ليه المباشره. ام اي في اي على ان اي بيساوي ام بي في بي على ان بي. دول بيجوا من الوزن باخدهم زي ما هم. اللي فوق بيكون 4 بيديني منهم 3 ويسحب واحده. والله لو اداني تركيز يطلب حجم، لو اداني حجم يطلب تركيز. والماده الثانيه محلول قياسي معروف عنه كل حاجه. دي اسمها الفكره المباشره. 2. فكرة انه ما يديلكش اي معلومة عن احد المواد. ان في مادة هتيجي انت ما تعرفش عنها حاجة. يعني ايه يا مستر؟ يعني وانت بتقرا المسألة لا هتلاقي ام ولا هتلاقي في. الله، فبدل ما تلاقي مجهول واحد، لا ده انت هتلاقي الفي مجهول والام كمان مجهول. الله، يبقى انا كده اصبح معايا كام مجهول؟ مجهولين. ولا تشغل بالك، ما هو انت لما تلاقي الام مجهول والفي مجهول بنقوم شايلين المجهولين ومعوضين عنه بمجهول واحد ونسميه عدد المولات. يبقى انا لما الاقي الباشا مش مديني لا حجم ولا تركيز، اخدهم هما الاثنين اسنطرهم، يلا روحوا، ويبقى انتوا الاثنين على بعض بكلمه عدد المولات. يلا بينا. طب تعالى نشوف مساله. احسب كتله هيدروكسيد الصوديوم والتي تلزم لتتعادل مع حمض كبريتيك. حجمه 750 مللتر. تركيزه 75 من 100 مول. ليه؟ عادي يعني. اكتب الاول يا باشا المادتين اللي هيمسكوا في بعض. هيدروكسيد صوديوم حمض كبريتيك، يبقى H2SO4 ادي حمض الكبريتيك قصاد هيدروكسيد صوديوم NaOH. طب يلا نوزن، يلا نوزن يا سيدي. يا سلام، هنا 2 اتش هنا واحده او اتش، يبقى اضرب هنا في 2. وبكده يلا نعمل احلى واجمل واشيك معايير. طيب هنا ام اي في اي عشان انت حمض على ان اي، هنا ام بي في بي على ان بي. يلا نعوض. قلت لي يلا نعوض. مستر لا، حمض الكبريتيك حجمه اهو. قلت لك طب ماشي يا سيدي، امال انت مزعل نفسك ليه؟ وما تنساش ان دول بيجوا من الوزن اهم. هنا 1 هنا 2، يبقى النسبه 1:2. اما حمض الكبريتيك حجمه 750، هحوله يبقى 750 في 10 أس -3. زي العسل، قلت لي زي السكر. اما الام اي تركيزه 75% مولر منه. قلت لي ماشي. جيت ياض اخش على الان اي او اتش. انا المساله اللي قبلها كنت معايا حجم او كنت معايا التركيز وطالب الحجم، وكان ممكن يديني الحجم ويطلب التركيز. لكن انا اتفاجئت دلوقتي اني لا معايا لا حجم ولا معايا تركيز. اقوم انا عامل ايه؟ ده فكره ايه؟ اقوم شايل الحجم والتركيز معا وكاتب مكانها كلمه عدد المولات.
يبقى لما بلاقي مجهولين اتنين عباره عن حجم وتركيز هما الاتنين كده مع بعض، بقوم شايلهم على بعض وقوم كاتب كلمه عدد المولات. طب انا كده دلوقتي يا مستر اقوم حاسب عدد المولات. عدد مولات مين؟ NaOH. اقوم انا عامل ايه؟ اقوم ضارب ده في الاثنين. حسبنا عدد المولات يبقى 75% في 75% في 2 تطلع 1,125 مول. حلو، قلت لي زي العسل. بس هو انا مش طالب عدد المولات، هو انا طالب الكتله. قلت لي بس تعال تعال تعال، مش انت طالب الكتله؟ اه يا عم انا طالب الكتله يا عم. اقول له اذا عدد المولات اهو بيساوي كتلة المادة اهي، مثلث رقم 1 اهي، أول حاجة اتقالت النهارده في المحاضرة. كتلة المادة على كتلة المول. عرفت بقى إنك هتقابل منها حتت متوزعة جوه المسائل. يقول لك أخيرا يا مستر صدقتك في حاجة، يا عم اقعد في جنبي بقى يا عم ما تعبناش. مش أنت عايز كتلة المادة؟ احسب مين؟ احسب كتلة هيدروكسيد الصوديوم. قمت يلا قايل له كتلة هيدروكسيد الصوديوم، هو اللي بقى كتلة NaOH هتساوي عدد المولات اللي انت طلعتها في كتلة المول. ده كده عدد المولات اهي في كتلة المول. كتلة المول من مين؟ NaOH. قوم حاسبها، يقوم مديلك في المسألة إذا علمت أن ال Na ب 23 وأن ال O ب 16 وأن ال H ب1، تقوم أنت قايل لي إيه؟ 23 زائد 16 زائد 1، يبقى الكلام ده هيتضرب في ال40 منه، تطلع 45 جرام. كده يعتبر انت معاك ايه؟ معاك فكرتين، الا وهما الفكره المباشره اللي بيديني البسط كله ما عدا حاجه واحده، يديني حجم ويطلب تركيز، او يديني تركيز ويطلب حجم. ومعايا الفكره الثانيه اللي انا بيكون عندي فيها مجهولين، والمجهولين من ماده واحده MV، بقوم شايلهم وكاتب كلمه عدد المولات. طيب دي كده اول فكرتين، الفكره المباشره وفكره انك يشيل منك الاثنين مع بعض ونقوم احنا كاتبين عدد المولات. 3. بص يا حبيبي، فكره اذابه كتله من ماده لعمل حجم محلول بتركيز معين. تم إذابة 10 جرام من ملح الطعام في المية عشان أعمل محلول حجمه لتر. ده اللي أنا قلته أهو. تم إذابة كتلة 1 مثلا جرام من مادة مثلا اسمها هيدروكسيد الصوديوم مثلا عشان أعمل مثلا محلول حجمه نص لتر. أنا لما بدوب كتلة في حجم بستخدمها لحساب التركيز. يا رب يكون اللي بيتفرج صاحي وفايق. يبقى لما يجي يقول لك تم إذابة كتلة فلانية من المادة العلانية في المية عشان أعمل حجم محلول مقداره كذا، استخدم الكتلة اللي ذابت في الحجم عشان تحسب تركيز. طيب قلت لي طب ودي ازاي؟ ازاي يا اخي؟ اتقي الله يا اخي، ده لسه متقاله في ثالث مساله في المحاضره يا راجل. هو مش مديني كتله وهتدوب في حجم وانا معايا اسم الماده، يعني اعرف احسب عدد او احسب كتله المول طب ما انا يبقى معايا التركيز احسبه، وذلك عن طريق كتله الماده اللي هو هيدوبها على كتلة المول من المادة مثلا اللي اسمها ملح طعام NaCl أو هيدروكسيد صوديوم NaOH، كتلة المادة على كتلة المول، وتساوي التركيز اللي أنت عايزه في الحجم يا بوب اللي أنت عملته. كده أنا سويت مين؟ سويت القانون الأول بالقانون الرابع. ومن هنا لو اداني كتلة ادوبها في الميه لحد ما اعمل حجم مناسب من ماده مناسبه، كل ده معايا، فاقوم حاسب
التركيز. قلت لك هتستخدمها، انت ما كنتش مصدق، اديك شايف. طب مستر، نعم. طب ده ماله ومال المعايره؟ ما هو يالا بعد ما بتحسب انت التركيز يقوم هو داخل على المحلول ده شافط منه شويه وداخل بيهم المعايره. شوف، بعد ما انت حضرت المحلول ده بالحجم ده والتركيز ده يقوم انت واخد منه شويه وداخل بيه عمليه المعايره، ويقوم قايل لك ايه؟ ثم اخذت منه عينه حجمها مش عارف كام، قمت واخدها وداخل بيها عملت معايره. يبقى بعد ما بخلص الليفل ده بقوم داخل ليفل معايره بقى. يبقى هما مسالتين في مساله، بدات الافكار تكبر شويه. عادي، ايه المشكله؟ واحنا بنقول حاجه مستحيله؟ احنا جايين نساعدك يا بابا، احنا جايين نظبط معاك الليله يا بابا. ومن هنا حبيب قلبي ابدا اطلع بالتركيز واقوم داخل بالمعايره الجديده. طيب خلينا متفقين، ولنفترض مثلا ان الحجوجه عزماكم يوم الجمعه على حله محشي، ومن المعروف ان المحشي يحب الشوربه، ومن المعروف ان الدنيا كلها بتحب الشوربه. طب والحجوجه عشان تظبط ملح الشوربه والحجوج ما يطلقهاش، بتقوم عامله ايه؟ جايبه حله الشوربه حطاها على النار وتقعد تديها لحمه وتتقل 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 وتخفف وتتقل وتخفف وتتقل وتخفف لحد ما الدنيا بتظبط معاها كنسبه دهون. طيب وبعدين بتبدا بقى تقلب الملح، تقوم حاطه شويه ملح ومقلبه، وبعدين بطرف المعلقه تقوم نازله واخده معلقه شوربه هوب وتقوم عامله واحده سف. طب وهي بتعمل واحده سف اللي هي دقته ده مش طعم المعلقه بس، ده طعم الحله كلها. هل الحاجه عندك لما بتيجي تجس التركيز بتاع محلول كبير، يعني بتاع حله الشوربه، هل لما بتيجي تجس حله الشوربه بتمسك حله الشوربه تقوم دلقها؟ لا طبعا يا عم، بقوم داخل على حله الشرب شاربها كلها عشان اعرف تركيزها كام؟ لا والله، عن طريق ان انا بقوم واخد المعلقه بس داخل على حله الشرب واخد بس معلقه صغيره هوب دق. الطعم اللي انا دقته هو طعم الحله كلها. قلت له يا مستر طب انت ليه كبرت الموضوع؟ يعني ايه علاقه ده بالشوربه بالتين الشوربه؟ انت بتقول يا مستر يعني ايه علاقه ده اصلا بالمساله؟ يا اسطى ما هو انا هحضر حجم كبير بتركيز معين انا حسبته، فلما اقوم جايب السرنجه وساحب من هنا حجم صغنون، يعني خدت عينه زي معلقه الشوربه كده، خدت حجم صغنون، الحجم الصغنون اللي انا خدته ده تركيز الماده فيه نفس تركيز الماده في الحله كلها. يعني ايه؟ يعني تركيز وطعم معلقه الشوربه نفس تركيز وطعم الحله كلها. يبقى الحجم اللي انا سحبته من هنا تركيزه نفس تركيز ده. بلاش يا عم الفكره دي خالص. انت رايح قاعد على الرمله في المصيف، الحجوجه برضو بس عملت لك المره دي ترمس شاي. طب ترمس الشاي اللي اتعمل ده لو انت خدت منه بق، طب ما هو طعم بق الشاي اللي انت شربته ودقته هو نفس طعم الترمس كله. يعني العينه اللي انت دقتها اللي كان حجمها صغير التركيز فيها نفس التركيز اللي في الحجم الكبير في العينه الكبيره. يبقى لما تيجي تاخد عينه حجمها صغير من عينه حجمها كبير، اهم جمله اهي، لما تيجي تاخد عينه حجمها صغير من عينه تانية متحضره حجمها كبير، التركيز اللي انت طالع بيه في العينه الصغيره نفس التركيز اللي انت طالع بيه من الحجم الكبير. وشرحت لك مره على حاله شوربه، وشرحت لك مره على ترمس شاي. ناقص بقى اجي لكم البيت احلف لك على الميه ان انت حبيب قلبي اي حجم هتسحبه من محلول اتحضر مسبقا، الحجم اللي انا هسحبه التركيز فيه نفس التركيز في العينه الكامله. يلا بينا، قلت لي يلا بينا نشوف مساله، واللي فهمني عرف ان احنا كده عدينا خلاص. تم اذابه 20 جرام من هيدروكسيد الصوديوم في الماء ثم أكمل المحلول حتى أصبح حجمه 200 ملي لتر يا سيدي، ولا تزعل
حتى اصبح حجمه 200 ملي لتر. فول ستوب. تستفيد ايه؟ يقول لك ما استفدش حاجه. نفسي اجي لك، والله العظيم نفسي اجي لك بخرزانه زان مربوط في طرفها سلك عريان وملفوفه بشكرتون اسود، واقوم واقف، واخد بالك انت بقى شغل الجمايس والحمير، واقوم واقف مثبتك واقوم مديلك واحده تيجي على ظهرك بالطول وبالعرض تعمل لك علامه اكس، يعني بيتقال على ظهرك كده انت جدون، انت مزراب، انت مزراب. ليه؟ لان انا قايل لك يا باشا لما بتداوب الكتله دي عشان تعمل حجم معين يستخدم هذه الخطوه في حساب التركيز. طيب مستر اذا علمت ان ال Na، ولا بلاش نكتبها هنا، ال Na ب 23 والO بال 16 والH بالواحد. قلت لي توكل على الله يا الاستاذ. طب وبعدين؟ انا دلوقتي دوبت الكتله دي عشان اعمل الحجم ده، يبقى انا استخدمت الخطوه دي في حساب التركيز. بص بقى الجمدان، ثم اخذ من اهو، اخذ منه عينه. انت حضرت كام؟ 200 مللي، ده الترمس الكبير، دي حله الشوربه الكبيره. ثم اخذت منه عينه حجمها 20 ملي لتر لتتعادل، يعني لمعايره الحجم اللي انت طلعته ابو 20 مللي تركيزه نفس التركيز اللي انت حضرته في ال 200 مللي. خلصت. ومن هنا يا باشا لمعايره وليكن اللهم صل على النبي 10 ملي لتر من حمض النيتريك. ما هو تركيز الحمض اللازم؟ قلت لي سؤال ولا اروع يا استاذنا. الحل. العيال بقى اللي فهمها بس خلاص يا مستر بقى، انت خلاص مش انت لمست لي كده كهرباء وقلبت لي نور عشان افهم الفكره؟ اركن انت بقى في جنب كده بس، سيبنا انا. قوم داخل كده مشمر الكم يقول لك ايه؟ كتله ماده على كتله مول بتساوي ام في. هو انت بتعمل ايه؟ انا داخل احسب التركيز يا البوب. داخل تحسب تركيز مين؟ داخل بحسب تركيز المحلول اللي لما ادوب فيه 20 جرام، كتله الماده 20 جرام من ماده اسمها هيدروكسيد صوديوم اللي كتله المول منها NaOH. Na 23 زائد 16 زائد 1 تطلع 40 جرام. بص كتله الماده معايا، كتله المول معايا، والحجم اللي انت عملته اللي انت دوبت فيه المحلول كله كام ملي؟ 200 ملي، بس انا ما بشتغلش بالملي، يبقى 200 في 10 اس سالب 3. يبقى انا دوبت 20 عشان اعمل محلول حجمه 200، دوبت 20 عشان اعمل محلول حجمه 200، يبقى استخدمت الخطوه دي لحساب التركيز. اقول له اذا تركيز العينه الكبيره اللي هو تركيز NaOH، تركيز NaOH هيطلع كام؟ يطلع كام؟ نص، ما هم دي 20 على 40 بنص، نص على 2 من 10، نص على 2 من 10، نص على 2 من 10. مش قادر هنكت خلاص. نص على 2 من 10، نص على 2 من 10 يطلع 2.5 مولر. ماشي؟ قلت لي ماشي يا سيدي، معايا 2.5 مولر. طب بس عشان بقيه المساله. طيب وبعدين؟ كده انا استخدمت المعطى اللي بالاسود، خدت بقى منه عينه حجمها 20، اقول له اذا تركيز ال 20 مللي هم 2.5 مولر. طيب العينه اللي اتاخدت داخله تعاير مين؟ حمض نيتريك بس، يبقى الليفل الثاني اهو. تقول لي يبقى الليفل الثاني حمض نيتريك HNO3 قصادها NaOH. مش في واحده OH؟ قصادها واحده H؟ تبقى النسبه 1:1. يلا معايره، يلا معايره. يبقى MAVA على NA، MAVA على NA بيساوي MBVB على NB. توكل على الله، توكل على الله. مستر نعم. 1:1، 1:1. طيب حجم وتركيز الحمض، بص كده،
لمعايره 10 مللي من الحمض، يبقى حجم الحمض معايا. ما هو تركيز الحمض؟ لا، تركيز الحمض مش معايا. حجم الحمض معايا، تركيز الحمض مش معايا، يبقى الام اي مش معايا، لكن حجم الحمض 10 ملي لتر. 10 ملي لتر يعني 10 في 10 اس سالب 3. حلو؟ قلت لي حلو. طب ال NaOH، بص بيقول لك ايه؟ ال NaOH اللي انت حضرته اخذت منه عينه حجمها 20 مللي، ال 20 مللي اللي انت سحبتهم تركيزهم اهو احنا لسه حاسبينه، يبقى تركيز العينه الصغيره نفس تركيز العينه الكبيره، يبقى الحجم كان كام؟ 20 في 10 اس سالب 3، اما التركيز بتاعهم هيبقى 2.5 مولاري، لان تركيز الجزء هو تركيز العينه كامله. اصبح معايا الحاجه الوحيده المجهوله هو تركيز الحمض. يبقى هتعمل ايه يا عم عبدية؟ هتعمل ايه؟ يلا بينا يلا بينا نقوم جايبين دي، اللهم صل على النبي. يبقى 2.5 في 2، ما دي صفر وكمان صفرين يبقى 2 من 100. حلو؟ تلت حلو. على افتح قوس دي 10 طاير 2 يبقى 1 من 100. اقفل القوس هيبقى الام اي تركيزه 5 مولر. مالكش دعوه بالحسابات لان طبعا انا فارض ارقام من دماغي، يعني انا فارض ارقام من دماغي، اما حاجه السيستمه والخطوات بتاعت المساله. قلت لي جميله قوي يا مستر، لذيذه قوي يا مستر، حبيتها خلاص والدنيا خلاص بقت كلها زي الفل. طيب كمان واحده، احسب او بلاش، خلينا يا سيدي الاول نظبط معاك واحده كمان من النوع ده. تم اذابه 5 جرام، ها يلا ان شاء الله ما حد حول. تم اذابه 5 جرام من هيدروكسيد البوتاسيوم في الماء لعمل محلول حجمه 500 ملي لتر. حلو حلو. ثم اهي الليفل الثاني من المساله، الليفل الثاني ثم اخذت منه عينه حجمها، انت حضرت كام؟ 500، خدت عينه كام؟ 10 ملي بس. العينه الجزء اللي انا واخدها ال 10 ملي اللي واخدها من ال 500، تركيز ال 10 هو نفس تركيز ال 500، اخذت منه حجم معلوم اهو، وتركيز طبعا معلوم لمعايره حمض H2SO4 تركيزه ربع مولر. فما هو حجمه؟ يا سلام لو بتذاكر وراي. إذا علمت يا البوب أن K 39 والأوب 16 والاتش بواحد. واحد قال لي بس خلاص اركن أنت يا أستاذ، الكتلة اللي أنت مديها لي يا أستاذ هدوبها في الحجم يا أستاذ عشان أجيب تركيز يا أستاذ، وبالتالي كتلة المادة على طول بقى على كتلة المول KOH، المادة اسمها KOH 39 و1 40 و16 56. فكتلة المادة على كتلة المول بيساوي التركيز اللي أنا عايز أحسبه في الحجم اللي أنا مدوب فيه. ما أنت مدوب في ال 500، 500 يعني نص لتر، يعني 500 في 10 أس سالب 3، 500 في 10 أس سالب 3. أقول له إذا التركيز بتاع القلوي 5 على 56. يلا يا ابني انجز، تعبت عايز أروح. 5 على 56 ماشي، دول هيتقسموا على نص، يقوم طلع التركيز علامة 1.78 مولر زي العسليات يا مستر. طب وبعدين يا ابو المساتر؟ انا بقى خدت عينه حجمها 10، تقول لي يبقى ال 10 مللي اللي انت خدتهم من ال 500 جواهم نفس التركيز نفس الطعم. قلت لي ماشي، وبكده يبقى انا هعمل معايره بس المره دي من KOH و H2SO4. قمت كاتب كده كل H2SO4 هيتفاعل مع KOH، هنا 1 OH هنا 2 H، يبقى النسبه 2 H قصاد 1 OH، قمت ضارب هنا في 2، يبقى النسبه هنا بتساوي ايه؟ هنا 2 إلى 1، 2 إلى 1.
طيب الكي او اتش العينه اللي انت خدتها حجمها كام؟ 10 مللي، يبقى تقول لي 10 في 10 اس سالب 3. طب تركيزها اهو في علامه 1 7 8 بس. اما ال H2SO4 لمعايره حمض الكبريتيك تركيزه اهو، التركيز معايا ربع، يبقى حجمه كام؟ في اي، احلى في اي على دماغك. طبعا هتطلع باللتر يا المزرعه. ليه؟ لانك هنا انت محول اهو باللتر. طب يلا مستر طلع لنا الرقم كام عشان بالله عليك يا مستر نبقى احنا عارفين انت شغال ازاي، او احنا لما نيجي نحلها لوحدنا تاني نبقى متاكدين من الارقام. قلت لك يلا بينا هنخلص دول ونقسمهم على ربع. قمت انا عامل شرطة كسر، كتبت هنا 10 في 10 أس سالب 3 انزل في علامة 1 7 8 انزل، يبقى هنا 10 في 10 سالب 3 بالكلام ده على الاثنين. دوست يساوي خلاص ده طلعت. اقسم على ربع على علامة 0 أو علامة 2 5، دوس يساوي، يطلع الحجم علامة 0 0 3 لتر يا حبيبي. ولو أنت عاوز تاخد كمان 5 خد يا سيدي 5. يبقى ده كده حبيب قلبي الحجم اللي المفروض تخش بيه من الحمض. دي الفكرة رقم 3. ساعات بتيجي عدلة وساعات بتيجي مقلوبة. هوريك المقلوب منها واقول لك سلام سلام من غير كلام كده يا باشا. الجزء الاولاني من مسائل المعايره، واجي لك المره الجايه الجزء الثاني اخلص لك باقي الافكار. بس هتبقى فيديو طويل شويه المره الجايه. يا مستر ما ده طويل يا ابني وانا بشرح لك حاجه، انا بشرح لك المعايره. المعايره دي حاجه حلوه جميله كبيره. ومن هنا يقول لك احسب كتله هيدروكسيد ولا بلاش يا عم الباريوم، يا عم بلاش يا سيدي باريوم، خليها يا عم هيدروكسيد الصوديوم عادي. احسب كتلة هيدروكسيد الصوديوم التي تذوب في الماء لعمل 800 ملي لتر من المحلول. حلو كده حلو. والذي تؤخذ منه عينة لتتعاير، يعني تعاير لتتعاير مع حمض نيتريك حجمه 200 ملي لتر، تركيزه 1 مول. إذا علمت أن ال Na 23 ال O 16 ال H ب1. عيب بقى يالا، أنا جبت لك المسألة بالمشقلب. أنا عايز الكتلة بتاعت هيدروكسيد الصوديوم. طب أنا عشان أحسب كتلة هيدروكسيد الصوديوم يبقى كتلة المادة اللي أنت عايزها، كتلة هيدروكسيد الصوديوم، كتلة المادة على كتلة المول من هيدروكسيد الصوديوم بيساوي التركيز في الحجم. طب يلا انت عايز كتله الماده، عايز كتله الماده. طب ال NaOH حاسبينها النهارده 70 مره، 23 زائد 16 زائد 1 ب 40. دي معايا. التركيز مش معايا، بس الحجم الكتله دي دابت في حجم وعمل محلول حجمه كام؟ 800، يبقى 8 من 10. ليه 8 من 10؟ ما 8 في 10 اس سالب 3. كده اصبح معايا مجهولين، الكتله اللي انا عايزها مجهوله والتركيز اللي المفروض اشتغل بيه مجهول. يبقى انا المفروض اجيب تركيزي الاول وبعد كده ارجع احطه هنا اجيب الكتله. طب اجيب التركيز من ايه؟ من المعايره يا عم. واحد قال لي مستر طب وايه اللي عرفني ان التركيز اللي طالع من المعايره هو التركيز بتاع المحلول كله؟ انت عبيط يا اسطى. ما انا قلت لك حبيب قلبي اهو، انا خدت منه عينه حجمها 20 ملي لتر. ولا تبقى 20 شويه؟ لا 20 هتبقى شويه بصراحه عشان النسبه والتناسب.
حجمها 150 مللي لتر. يبقى حبيب قلبي انا حضرت محلول حجمه 800 رحت خدت منه 150. تركيز اللي جوه ال 150 هو نفس تركيز المحلول كله. ده لسه قايل لك الشوربه والترمس والناس الجميل. يبقى نبدا بالمعايره اجيب تركيز وارجع اجيب كتله. حلو. طب يلا معايره ما بين مين ومين؟ حمض نيتريك HNO3 زائد اللهم صل على النبي المحلول هيدروكسيد صوديوم NaOH. طبعا OH واحده وH واحده يبقى بنسبه 1:1 يبقى يساوي 1:1. حمض النيتريك حجمه اهو تركيزه اهو يبقى التركيز 1 مولاري. ادي الMa في الVa 200. 200 يعني 200 في 10 اس سالب 3 يعني 2 من 10 لتر. طب NaOH شوف حجمه كام؟ 150 مللي. 150 مللي يعني 150 في 10 اس سالب 3 يعني 15 من 100. طب تركيز القلوي كام؟ يلا نحسب تركيز القلوي. يلا نحسب تركيز القلوي. يقوم انا اعمل ايه؟ اقوم ضارب دول في بعض واقسمهم على 15 من 100 يبقى 2 من 10 على 15 من 100 يطلع الام بي 1.3. كده انا جبت التركيز خلاص. كده انا جبت التركيز خلاص. طب انا جبت التركيز خلاص وعايز مين؟ عايز الكتله خلاص. شيل بقى التركيز ارجع حطه هنا. يبقى الكتله بكام؟ تقول لي بص الكتله يساوي ده في ده في ده يبقى 8 من 10. 8 من 10 في التركيز 1 علامه 3 8 من 10 في التركيز 1 علامه 3 في 40. تطلع الكتله اللي المفروض تدوبها بكام؟ 42 6 5 6 جرام. يبقى انا شغلتها لك مره عدل شغلتها لك مره مقلوب وفي الحالتين عرفتك ازاي تتعامل مع الفكره الثالثه او النوع الثالث من الافكار. كده التأسيس بالدخله بتاعت المعايره. الحصه او المحاضره الجايه عالميه فيها مخاليط وعامل محدد وماده زايده وبص وتخفيف ومحلولين من نفس النوع. حوار معركه المحاضره الجايه. المحاضرة دي تتبيض وتتكتب ويتعمل فيها مجهود خرافي. ما ينفعش كلمة فيها تفوت. أنا مش قادر أختم. أنا هنكت. سلام.